السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رمضان كريم كده وكل سنه وانتم طيبين، وعلينا وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. النهارده معانا الوصفه بتاعتنا خلية النحل بس على شكل هلال كده زي ما انتم شايفين. رمضان كريم بقى حاولنا نعمل كده اي شكل جميل. كنت ناويه اعمل الورده دي على شكل فانوس بس هي بقى طلعت كده. تعالوا يلا بينا نبدا بسم الله كده ونشوف هنعمل ايه. معايا دقيق وخميره ولبن وزيت والمصفى بتاعتي. نبدأ كده ب3 كوبايات دقيق، ومعايا كوباية اللبن اللي انتوا شايفينها دي والخميرة والزيت، ونعجنهم كده عجنة حلوة. معلش بس سامحونا على المنظر لان هو كيس اصلا كان جاي مفتوح كده بايظ فقلت استغل. المهم بعد ما العجينة خمرت بقى اهي، بقت عجينة تحفة تحفة تحفة. اللبن والزيت او السمنة في العجينة بيخليها راحة في حتة تانية خالص. جبت الصينية بتاعتي كده بقى وبدأت ادهنها بالزيت، وحطيت الورق ده لان ما عنديش ورق زبده، فحطيت ده البديل بتاعه. بقوم رايحه حطاه كده ودهناه فوق وتحت سمنه وزبده كده عشان ما يلزقش في العجينه بتاعتي. قمت برضه عاطيه دهنه لايدي كده عشان وانت بتقطعي العجينه بتاعتك ما تلزقش فيها. دي جبنه كريمي بقى كنت شارياها كده وحبيت اجربها، ومعايا جبنه دوبل برضه هجرب دي ودي. العجينه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده مش محتاجه اي شغل، كانت يعني متعوده معايا كده وعارفه مصايمه بقى وحاجه مش عارفه. دي حاجات كده يعني ايه مقبلات جنب الاكل بتاعك او لاطفالك طول النهار. مثلا الواحد بيبقى صايم ومنهي عنهم كده، كل ما يكون عندك إيه لو عندك طفل يعني صغير كده كل شويه بتقومي عاطيه له حاجه برضه بدل ما ننساه، لان بيبقوا صايمين جنبنا برضه. بيظلموا الصراحة في صيام رمضان ده. بدأت أقطع بقى العجينة كده وأحط مرة جبنة حادقة ومرة جبنة من التانية. شوفي انت عايزة تحشيها الحشوة دي اختياري ليك، تحشيها شوكولاتة تحشيها، أو مرة تحشيها من جبنة وزيتون، جبنة وطماطم وفلفل أخضر، يعني تبع ما انت حابة تاكليها حطي. عايزة تعمليها سادة خالص ما فيش مشاكل، وتحطي على حبة بركة مثلا أو سمسم فوق من على الوش. الموجود والمتاح عندك تعمليه. اللي مشتركش بس في القناة كده يعمل اشتراك ولايك وكومنت جميل منه كده وصلى على النبي في الكومنت. ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني من يوميات نونا جماعة. سلامة وانتم طيبين. رمضان بيحب ايه؟ رمضان بيحب اللمة، بيحب التشكيل والابداع في اي الاكل انت بتعمليه. بدعوا شكل الاطفال وشجعوهم على الصيام وعلى الاكل اللي انت هتعمليه باشكال مختلفة متنوعة. احنا هنعمل النهاردة الوصفة بتاعتنا دي على شكل هلال رمضان. اكيد يعني هي لو قرص تاني مش هياكلوها، انما هي معمولة على شكل نجمة بتاع هلال اي كلام من ده بيقوموا رايحين واكلينه مش شجعين. كمان وصفتنا دي او العجينه بتاعتنا دي بتتعمل بالحواوشي، يعني ممكن تعمليها في الحواوشي بتبقى جميله قوي برضه. يعني هي ملمسها كده وانا بحط فيها الحشوه بتاع الجبنه تبقى جميله قوي تحطها في الحواوشي كمان. حاولي بس يكون القطعة اللي هي معمولة دي اللي احنا بنسميها تقريصة تكون متساوية كده مساويين مقاس واحد. شكلهم بقى على شكل الهلال. انما فكرة الورق دي ما تقلقش مني لان انا بجربها على طول، يعني ما فيش منها اي مشاكل. حلوة وبتفيدني وبتسعفني الصراحة ما يكون مفيش ورق زبدة او الصينية مثلا مش متاحة عندك. انا حبيت اعمل فريل بس هي صاج بتاع الميكرويف يعني عشان هي مدورة، حبيت اعرف اخد الدوران بتاعها كده استعملتها.
بس الجبنة الكريمي دي تحفة تحفة تحفة. اول مرة اجربها في حشوات القرص دي الصراحة حلو. انا رمضان اصلا السنة دي في حاجات كتير انا ما كنتش بعملها يعني. بدأت اجرب الافكار دي واعملها كده واركز شوية. انا من النوع اللي بطبخ طبخ تقليدي يعني واكل تقليدي وخلاص، او ما بركزش في الوصفة اوي. في بعض حاجات بدأت اركز فيها، مقادير سهلة بسيطة، اختصار للوصفة ايه، بتقول ايه، بتتكلم عن ايه كده، وبدأت اطبقها بقى. بحكم ان كنت برضو كده في شغل يعني، كنا فاتحين محل وكنت قاعدة فيه مشغولة، ما كانش عندي الوقت ان انا اعمل كلام من ده خالص. كان هو الاكل التقليدي اجهزه كده وخلاص، المهم في ايه كده في البيت. فده يعتبر تاني رمضان ليا في البيت. بس رمضان اللي فات كان فيه مولود جديد، ما كنتش بعرف اعمل منه برضه اي حاجة. الوقت هو ما شاء الله كبر يعني، بدأ يتحرك، يتعرف كده على الشارع، بينزل مع الاطفال تحت، ممكن اقعد شوية قدام التلفزيون، قلت بقدر اتحرك يعني منه كده واعمل اي حاجة. المهم نشجع بعضنا يعني كده ونقوم نعمل اي حاجة تفرح الاطفال. اي حاجة، ممكن تعملي الرز على شكل هلال، ممكن تعملي التقريصات يعني الاشكال المعجنة دي يعني على شكل هلال، على شكل فانوس. كان في دماغي اصلا اعمل اللي هو هلال وفانوس صغير، بس العجينة عشان لينة او مرقة معايا اوي، ما كنتش قادرة اسيطر على شكل الفانوس فيها. في عجينة تانية بتبقى جافة شوية كده، ممكن تقطعيها يعني قطع على شكل الفانوس، كانت هتشكل حلو قوي، بس دي عشان لينة ما قدرتش اسيطر على الفانوس قوي. قمت رايحة ايه عاملاها وردة كده. ده جبنة وزيتون اهو، في جبنة وزيتون وجبنة 3 عروض. اللي هيعمل لايك يا جماعة هياخد العرض بتاعنا 3 قرص بطعم مختلفة، جبنة كريمي والجبنة الدبل وجبنة وزيتون. حط لايك وكومنت جميل منك كده، متنسيش تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الصراحة انا عملت كمية قليلة، قلت اجرب الاول، نفعت معايا هنزلها واصورها يعني وانزلها. وكمان عملت يعني كمية قليلة، قلت برضو من باب التجربة عشان لو خسرتها تبقى ايه حاجة هوينة كده ايه ما يزعلش عليها. الحمد لله كانت ممتازة جدا والله، يعني ايه الواحد ندم ان هو ما كترش، بس المعقول حلو برضو، يعتبر شيء قليل قوي يعني، بس من باب التجربة تحفة جميلة قوي قوي يعني. يلا نعطر الكومنتات كده بذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا افضل الخلق اجمعين. انا عشان بسجل وببص على الفيديو متوتره، مش عارفه انا بقول ايه الصراحه. هي اتشكلت، طب
كور كده حلوة قوي، وكان شكلها جميل وما قالتش لا يعني. واكنها شكل نجمة برضه. لو عندك انت افكار تانية احسن من دي عادي اعمليها، مفيش اي مشاكل هنا برضه. المطبخ ده ابداع وكله بيبقى مليان افكار. المهم نعمل وننفذ ونفرح نفسنا واولادنا اكيد. كده خلصت اهو بقى الشكل ده، هلال ونجمة شكله عسل. انا شايفاه هلال ونجمة، انتوا شايفينه ايه؟ ده انت كده سمنة وزيت، انا بقى حاطة في الكوباية دي سمنة وزيت، بقوم دهنهم بالفرشة كده تحمر وتبقى ايه فيها لمعة يعني حلوة. ايه رأيكم؟ يا جمالي وجماله، رمضان كريم. تدخل الفرن بقى كده. انا كنت عامله بقى في الفرن حاجات قبلها، فالفرن كان مساعدني بقى ان هي العجينه داخله سخنه عليه، كان ما خدتش وقت يعني. فجاه ما شاء الله لقيتها خمرت وكبرت كده على طول، ومن جوه هشه وطريه تحفه يعني. كنت مصدومه والله، منبهره يعني بالسوا بتاعها. ايه رايكم بقى؟ عجبكم الفيديو بتاعنا وعجبكم الوصفه بتاعتنا السريعه دي؟ متنسوش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا لحسن المتابعة.